هلا والله هلا أكلتنا سعودي. بتشرف بالعزايم. رقيقة وصوتها مميز وهادي جدا لدرجة انك ما تعرفش تسمعه، وما بتظهرش الا وهي على سنجة 10، ومش مصرية بس بتعمل كل الاكلات الشعبية بتركتها. حكاية الشيف احلام نهدي ازاي اتشهرت، وازاي يمنية وعايشة في مصر، وايه اغرب اكلاتها اللي بتبهر بيها المتابعين، وهل فتحت مطعم احلامها في السعودية. مفاجآت كتير هنعرفها في الفيديو ده. طاولتها بتاخدك لأكلات خليجية ومصرية وشعبية وبلدي وفرنجي، وكل اللي نفسك فيه هتاكله وانت مغمض، وما عندهاش مستحيل، هي ميكس بين أكتر من دولة. كلامنا هنا عن الشيف أحلام نهدي، واللي وصفاتها بتقلب السوشيال ميديا كلها ومش هتصدق جنسيتها ايه. بتعشق الأكلات والوصفات وبتحط التاتش بتاعها، وأستاذة في الأكل الخليجي والكبسة، وبتعملها أشكال وألوان، وليها في المندي والمشاوي، وبتعمل اختراعات غريبة يمكن أول مرة نسمع عنها. ما بتظهرش إلا وهي على سنجة 10، وبتحب تكون على طبيعتها وما بتحبش التصنع نهائي ولا الميك اب، ونفسها تفتح مشروع احلامها مطعم باسمها، واتقال ان في مطعم بتاعها باسم احلام في السعوديه بيعمل كل الاكل المشوي والمندي والباستا، بس مش معروف هل بتاعها ولا لا. اللي ما تعرفوش عن احلام فهي يمنيه، باباها ومامتها من اليمن، بس هي ولا مره راحت عاشت هناك. اتولدت في كينيا وعاشت في السعوديه، ورجعت مصر علشان تحقق حلمها وتكون من اشهر الشيفات في مصر والوطن العربي. احلام ظهرت في اكتر من قناه مصريه، وعملت تحدي مع الشيف عبده سعيد على قناه هي في برنامج سالي فؤاد. عملت الحمام بس بالطريقه الخليجيه مش المصريه، وكان مشوي مش بالفريك ولا باي حاجه، مع صوص الطماطم، وكان اختراع انبهروا بيه بالاستوديو وتعتبر تجربه جديده. ظهرت كمان على قناه المحور في فقره في برنامج في اكتر من مره، وحلم حياتها يكون ليها برنامج طبخ ليها، وبتعشق الاكلات المصريه والخليجيه واليمنيه وكمان الافرنجي والاوروبيه. احلام قدرت تحقق نجاح كبير على السوشيال ميديا، وطورت من نفسها كتير جدا، واخدت كورسات في الاكل والمطبخ، واتعلمت سر المطبخ والخلطات من مامتها، وهي وش السعد عليها وعلى عيلتها. ظهرت في اكتر من برنامج بتتكلم خليجي من كتر ما هي كانت عايشه في السعوديه، وبتعرف كمان تتكلم مصري، وبتلبس دايما الزي السعودي والعبايات الفخمه اللي بفلوس كتير قوي. واما عن اغرب الاكلات اللي بتعملها، فعملت كيك الفستق، ودي تحسها تحفه فنيه. حطت على الوش ورد احمر، والسر في الخلطه ان الدقيق هيكون عباره عن فستق ودقيق وكريمه لباني، وشكلها يتدرس حرفيا. ومش بس كده، كمان بتحب تشتغل بالورقه والقلم وتطلع الحاجه تحفه فعليا في الشكل والطعم، وحاجه اخر دلع. وعملت كمان اختراع شوربه برغل وكفته زبادي باللبن، ودي عباره عن نفس مكونات الكفته، بس الفرق انها هتتقلي في الزيت وتحتها سلطه الزبادي. مش بس كده، عملت كمان البيتزا زي ما الكتاب بيقول حرفيا، هتحسسك انك رحت ايطاليا. وجت وقالت السر في تخميرها قبلها بليله على الاقل، وعملتها بجبنه فته وريحان وبيبروني، وشكلها كان يجنن. مش بس كده، عملت كمان يوم للعيد الوطني السعودي واحتفلت بيه وهي لابسه عبايه سعودي ولابسه لبس التراث السعودي، وعملت لهم الاكله الرسميه كبسه ولحمه. والكل ست بيت بتحب تسهل على نفسها في الاكلات، عملت اسرع اكله مش هتاخد معاكي ربع ساعه على بعض. كل اللي عليكي تتبلي الكفته ببصل وبقدونس وبهارات وملح وفلفل اسود وحته ليا، وبعدين تقليهم وتحطي عليهم الطحينه من فوق وعلى الفرن. كمان اللي بيحب الاكل الهيلثي ممكن يعتمد على الاكله دي، كفته بالبطاطس في الفرن. وكمان عملت اسرع بوريك بالجبنه من غير عجن ولا خبز، والسر في لفه الجلاش والحشو جبنه وفلفل وبقدونس بين الطبقات الخاصه بالجلاش، وحاجه اخر دلع ومش هتحسوا خالص انها معموله بالجلاش. يا ترى جربت اكلات واختراعات احلام ولا لسه؟ شاركونا في التعليقات.